السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان ايه؟ رمضان كريم. صح يا محمد؟ تعالوا بقى النهاردة هنعمل أكل حلو قوي. طبعا كلنا بنحب الايه؟ البسلة من عدا محمد ابني. بتحب البسلة؟ لا. أنا مش عارفة ما بيحبش البسلة ليه. مش مهم. شفت زعلان. بص عملت له عشان تعرفوا ان انا ام حنونه وطيبه، عشان انا ام حنينه. هقول لكم عملت ايه عشان هو ياكل، عشان احنا صايمين وهو صايم. والله يا ولاه بعود ولادي يصوموا من هم في الحضانه، بخليها تدريجيا كده لحد ما يصوموا لحد المغرب ويبقى اليوم كامل. بصوا كده هنبدا ايه، هنعمل البسله. بصوا الحركه او الطريقه او الوصفه اللي انا بعملها ديت مفيش احسن منها من الاخر. بصوا بقى انا عملت ايه. انا اول حاجه حطيت حله على النار فيها ميه، الميه هدرت، نزلت ايه باللحمه، وحطيت بقى كل الحاجات اللي احنا بنحطها اللي احنا واخدين عليها، اللي هو الطماطم بقى والجزر، وبحط قرن فلفل على فكره، وبحط بصل وورق لورا وكل البهارات اللي عندي كله، مكعب مرق. كده بقى خلاص خلصنا اللحمه تتسلق بقى مع نفسها. تعالوا بقى اقول لكم على الطريقه بتاعه البسله دي، اعملوها بالطريقه دي جميله جدا جدا جدا. هعمل ايه، عملت بصلتين كبار، وتحطي بقى الماده الدهنيه اللي انتوا بتحبوها على حسب بقى ما انتوا بتطبخي. انا حطيت مكعب كبير من الزبده، وبشوح بس البصله تشويحتين كده لحد ما البصله تدبل، وبعد كده بنزل عليها بالبسله زي ما انتوا شفتوا كده. البسله طبعا متفرزه، كلنا مفرزين بسله، وكلنا الحمد لله بيوتنا ايه مليانه ايه بسله. انا بقول بسله محمد ابني بصوا عامل ازاي، والله العظيم ما فيش احسن منها، ما احسن من الخضار والحاجات الحلوه دي. المهم تعيدي الشواحي لمده 10 دقايق. بص انا كل شويه بقعد كده اشوح فيها زي ما انتوا شايفين. خليكم بقى معايا الاخر لحد ما نوصل ايه، لحد ما نخلص ايه البسله كده زي ما بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها كده. انا دلوقتي بحط البهارات بقى في اللحمه، شويه لحمه وشويه شوربه. يا ولاد ما بتعملوا بالطريقه ده تحفه. في ناس بقى بتعمل ايه، بتمسك اللحمه تشوحها الاول في مكعب مرق صغير، مكعب زبده سوري، زبده صغير كده، وتمسكي اللحمه تشوحيها مع البصل مع الورق اللورا مع كل الحاجات دي، وبعدين تنزل بالميه السخنه. اهم حاجه اللحمه تاخد صدمه ميه سخنه، ما ينفعش اللحمه تنزل على ميه بارده. وبعد كده ايه، زي ما انتوا شايفين بقى انا هغطي بقى اللحمه كده تستوي، وبعد كده نرجع تاني لايه للبسله. البسله بقى كل شويه بديها تشويحه كده، احطها على العين الكبيره، او زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمها زي العسل. قعدت بص اشوح فيها كل شويه، اقلب فيها شويه لحد ما هعمل ايه بقى، همسك بقى اخلط الصلصه اللي هي الطماطم واصفيها بالمصفى. انا بحب بصراحه الطبيخ بالذات، اي طبيخ اصفي الطماطم بتاعته. تصفي الطماطم تاخد احلى شويه صلصه مع اي طبيخ بقى، سواء كان بسله كوسه باميه زي ما تحبي. ايه بقى اللي انت ما بتخليش القطع تتصفى؟ يعني ايه الحاجه الوحيده اللي انا ما بصفيش؟ الصلصه بتاعت الكشري والصلصه بتاعت المحشي. لكن اي طبيخ تاني بحب اصفيها كده، احط المصفى واخلط بقى الطماطم وانزل بيها ايه في المصفى كده ونصفيها. عشان تبقى تحفة. طب والله العظيم كان طعمها زي العسل. اعمله بالطريقه دي. وبعد ما بصفي خالص الصلصه مش هحط ولا شوربه ولا ميه ولا اي حاجه، هغطيها واسيبها ايه كل بقى دي مع بعضه كده لمده 10 دقايق لحد ما كل بسله مع الصلصه يغلوا كده. وهقول لكم برده هنعمل ايه. الطريقه دي تحفه، ما تمسكيش بقى كل حاجه تسبكيها لحد ما معده كل، حتى الاطفال والله العظيم بقت معدتهم توجعهم من كتر الحاجات المسبكه والحاجات اللي احنا بنسبكها زياده عن اللازم. لكن لما تعمليها بالاكل كده كده الاكل صحي وبيبقى طعمه جميل جدا. بصوا تحفة. عشان ما اطولش معاكم الفيديو، انا هصفي كده الصلصه واقول لكم هنرجع تاني نعمل ايه. واللحمه طبعا انا غطيتها علشان تستوي. بجهز بقى وانا واقفه كده بقى العصير، بتعملي شويه سلطه. بصوا بعد وانا واقفه كده في حاجه في الحوض مواعين او حاجه بعملها، يعني ما بنفضلش واقفين جنب الاكل. بتخشي كده على الشقه تروقي اوضه اوضه، طول ما انت جنب الاكل كده بتروحي وتيجي كده تخلصي كل اللي وراكي زي ما انت شايفه كده. كده بصوا بقى بعد ما خلاص اهوت انا خلصت الطماطم صفيتها، ببتدي بقى احط كل البهار. حطيت 7 بهارات، فلفل اسمر، كمون، شويه ملح، شوربه، ومكعب مرق. انا بصراحه يا جماعه بحب احط على اي اكل مكعب مرق. قولوا لي برضو، عشان سمعت ناس كتير بيقول لك خطر ومش خطر، بس انا بصراحه بحب احط مكعب مرق. كده هقلب ده كله وارجع بقى اغطيها، مش هحط الشوربه على البسله اللي في الاخر خالص. ايه رايك يا اياد في البسله بالله عليك؟ كانت جميلة وهي بتبقى محمد بقى ما متشوحة. بيحبش البسله، خسران ولا مش خسران؟ خسران قوي. لا فوائد بصوا بعد كده هتشفي. بصوا بقى بعد ما البسله اتعملت يعني دخلت على السوا خلاص،
ما محمد مش راضي ياكل. شوفوا محمد بيهزر والله العظيم، عارف صعب عليا انا عاينه الكفته ديت عشان نعملها طبخه كفتة تانية. رز. فروحت جايه عامله ايه، كفتة منزله رز. رحت جايه حاطه كفته علشان تستوي عشان محمد ياكل والله يا جماعه. كده زي ما انتم شايفين كده. وهنزل ايه بقطع بقى اللحمه خلاص، لان البسله استوت واللحمه استوت، فهبتدي دلوقتي انزل باللحمه والكفته على البسله. زي ما انتم شايفين انا كنت عامله ايه في الكفته محمره وحطاها في اكياس عشان ايه تنزل في الطبيخ على طول ما تاخدش وقت. كده اهوت أسهل بشوف بقى طريقة. احط بقى كبشتين كده من الشوربه، واسيب بقى ايه كل الحاجات دي ايه تندمج مع بعض كده. احلى اكله. تعالوا بقى ما نعمل ايه شويه رز بالشعريه. ناس كتير كتير والله العظيم بيبقى الرز بتاعهم معجن مش مظبوط. تعالوا بقى ما اقول لكم تعملوا ايه ويطلع مية مية معاكم. بصوا انا باخد كده الشوربه اللي هي فيها زي ما انتم شايفين فيها اقدام كده. بصوا اصلا لون الشوربه بتاعت البسله عامله ازاي، والله العظيم زي العسل، وكانت مسكره وزي الفل. كده بقى احط ايه حله على النار، حطيت مكعب من السمنه وشويه من الزيت، انزل بقى بكيس شعريه كامل وهبتدي بقى احمره. تحمري تخليه لونه ذهبي جميل كده. بتحطي بقى كميه الرز بتاعتك اللي انت عايزاه. يعني شطفت الرز تحطي الكميه بقى على حسب ايه عدد اسرتك، يعني افراد اسرتك. بشطفه كويس جدا كذا مره لحد ما بنخلص خالص من اللون اللي هو الايه الابيض خالص، اللي هو بتاع النشا او البودره اللي بيحطها، او النشا يعني اللي بيبقى في الرز. اغسله كويس قوي لحد ما يكون انا خلاص خلصت الشعريه لونها بقى جميل كده واتحمرت. زي اللون الذهبي. هنزل معاها بمكعب مرق وشويه ملح، وهبتدي اروح نازله بقى بالرز. بتعملي ايه ما تسقيش على طول، امسكي كده الرز مع الشعريه تقلبيهم لمده 10 دقايق كده ده تشوحيهم. تشويح. شفت ولادي حافظين عشان كل شويه يخشوا المطبخ. عارفين حافظين ليه؟ كل شويه انت بتعملي اكل ايه، كل شويه يطلوا عليا محسسيني ان بصوا خايفين عليا. لا مش خايفين عليا، هم خايفين على كرشهم. اشوف انا هعمل اكل ايه واشوف انا وصلت لايه والاكل خلص ولا لا، والمغرب قرب جدا ولا لا. بجد والله العظيم بخش عليا 100 واحد في اليوم و100 سؤال. كل شويه تعملي اكل. واول ما بنصحى من النوم يا جماعه لسه بنصحى من النوم هنعمل اكل ايه، هنعمل اكل ايه. والله مين بقى اللي زي كده. وفي السحور بقى يجننوكي، الا بقى لو ناموا بقى وجيتي تصحيهم يا سنه بيضه. الله اكبر الله اكبر الله يسعدك. كده بقى نزلت اهوت بالرز، هبتدي بقى اشوحه زي ما قلت لكم لمده 10 دقائق كده، ومكعب المرق بقى وايه وشويه الملح تظبطي الرز بتاعك كده تخليه مظبوط، وانزل عليه بايه بالشوربه، وتسيبي بقى يستوي. التشويحه اللي انا بقول لكم عليها ديت اللي انا بعملها دي اللي بتخلي الرز مفلفل وزي العسل. وتظبطي الميه وما يعني يتعجنش. ولا وتظبطي الميه بتاعه الرز، ما تحطوش ميه كتير. طبعا انت ما بتشتري رز بتبقى عارفه نوع الرز انت بتشتري نوعه ايه، وعارفه هو بياخد ميه كتير ولا لا. ننزل على حسب. بالشوربة بقى. بسم الله ما شاء الله الشوربه والله العظيم زي العسل. اللهم صل على النبي. اصلا رمضان دي بيبقى شهر الخير وكل حاجه بتبقى بصوا ولا بندوق ولا بنعمل، بس كل حاجه مسكره ومية مية. رددوا الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين كده بصوا انا ظبطت الميه اهوت. هبتدي بقى اعمل ايه اغطي بقى الرز يستوي كده ايه مع نفسه. تعالوا بقى اوريكم برضو عملنا ايه. عملت بقى والله كذا حاجه وانا واقفه. دعكت المواعين اللي كانت في الحوض، مسكت الاوض كل يعني انضف اوضه اوضه. بصوا على ما بخلص الاكل واخلص كل حاجه ورايا بيكون ايه خلصت بقى الشقه تنظيف، خلصت الاكل، بيبقى كل حاجه مية مية. دوبك بقى ايه المغرب وتقديم الاكل. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى ايه البسله مع اللحمه والكفته. شفت عشان انت عارف ان امك حنينه فحطت لك كفته اهوت في الاكل. شفت وبسم الله ما شاء الله. بصوا كل بقى مش انا دوقتك حبه من البسله وقلت لي يا ماما جميله. اه. اما نطبخ بسله تانية هتاكل. اه. خلاص بعد الحمد الفطار لله. هو كان صايم. ما هم عارفين ان الاكل دي بتاع الفطار، ان احنا صايمين كلنا الحمد لله رب العالمين. كل ولادي صايمين مفيش حد فاطر. بصوا كده اهوت. بصوا البسله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والله كده خلاص كده خلصت الرز كده الطبيخ خلاص. بسلة. البسله خلصت. بصوا اصلا منظر اكل افراح يا ولاد والله. والله العظيم حله زي العسل. كده بقى عملت شويه ننزل بقى في سلطه. سلطه خضراء بقى. حطيت كابوتشا وانا بستوق بقى. جبت واحد الكابوتشايه كده. الكابوتشا دي بتقعد معايا اكتر من شهرين والله. بحطها في كيسه بيضه كده وكل يوم باخد منها ورقتين اعمل بيهم السلطه. وحطيت بقى جرجير وفلفل والخيار وطماطم وجزر وبنجر السلطة. والايه بقى السلطة. وعملت بقى ايه عصير بلح كنت نقعاه من بالليل. وعملت عصير جوافه. أحسن حاجة بعد الفطر عصير البلح. عصير البلح جميل وما تحط عليه لبن بيبقى جميل قوي. ممكن تنقعيه من وقبل ما بالليل البلح تاكل وتخلطيه بلح. مع اللبن. تخلطيه في الخلاط مع اللبن. البلح المنقوع كده بيبقى تحفه، بيبقى جميل قوي قوي قوي. وقبل ما تاكل بلح. وقبل ما تاكل قبل ما بناكل كل واحد ايه بلحتين او على حسب ما انت عايز او بلحات.
كده خلاص الاكل خلص. نقدم الاكل بقى كده. الرز بسم الله ما شاء الله استوى ومفلفل وزي العسل. رز بشعريه اهو، وده الطبيخ، وده الشوربه. ابتدي بقى اقدم الاكل. نفرش بقى المفرش كده ونحط عليه الاكل، وده الاكل بقى خلاص خلصنا. شوفوا أهو. الدخان، اكل تحفه. بالهنا والشفا على كل اللي كل يا رب. كده بقى ده الرز بالشعريه وشوربه بقى، وحطيت مخلل والسلطه. وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا ايه رايكم في طريقه البسله الحلوه ديت، وقولوا لي بقى انا رضيت محمد ولا لا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. قول لهم يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وشهر سعيد عليكم يا رب العالمين يا رب. متنسوش بقى تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. ومحمد هياكل البسله ولا مش هياكل؟ وقعدوا قدامهم عشان لو عملت بسله تاني وما اكلتش هقول لهم. خلاص محمد يا ولاد هياكل البسله خلاص. يلا بقى، يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.